اوعوا تفتكروا ان انا ببوظ الاوردر ده، او ان انا بدوق منه حتة كده قبل ما يطلع للعميل، او ان انا طمعت فيه مثلا واخدته لنفسي. لا خالص، الاوردر ده وراه حكاية. تعالوا احكي لكم حكايته ايه. اتصلت عليا صديقة ليا وقالت لي: يا مروة، أنا محتاجة تعملي لي رز معمر وفراخ بالصوص الحلو بتاعك ده اللي بتبقى في الفرن، وكمان ملوخية. قلت لها: حاضر من عينيا. قالت لي: بس بالله عليكي أنا عايزاكي تصوري طريقة الرز المعمر بالذات، علشان أنا مهما تقولي لي على وصفتها برضو مش زي ما أشوفها. قلت لها: بس كده عيوني ليكي. الوصفة مفيش أسهل منها، ولو حابين تضاعفوا الكمية اللي أنا عاملاها براحتكم. أول حاجة أنا استخدمت كوباية من الرز، عليها بصلة صغننة مبشورة، عليها ملح ومعلقة من السمنة، وابتديت أدمج المكونات دي كلها مع بعض. وبعد كده على كل كوباية رز حطيت كوباية من اللبن وكوباية من الشوربة. وما تقلقوش مش هيعجن خالص، بس التكنيك ده خدوا بالكم منه. انا حطيت اللبن الاول وابتديت اقلب المكونات مع بعض، وسبتهم تقريبا من 10 دقايق لربع ساعة في اللبن. وبعد كده ضفت عليهم الشوربة، وابتديت برضو اقلب المكونات دي كلها مع بعض، وهحطهم في صينية الخبز. انتي ممكن بقى في البيت تعمليها في الصينية على طول، مش محتاجة تعمليها في حاجة بره وبعد كده تحطيها في الصينية. ونصيحة ليكم: اعملوها في فخار، لان للأمانة طعمها في الفخار احلى بكتير. بعد ما حطيتها في صينية الخبز بتاعتي، ابتديت اساوي وشها، وبعدين حطيت فوق الوش قشطة علشان يحمر وشها ويبقى طعمه حلو. طبعا انا بعد ما عملت الاوردر الجميل ده، لقيت صاحبتي بتتصل بيا وجت اخدت الاوردر وفتحته قدامي. قلت: ايه ده، هي بتأمن عليا ولا ايه؟ طلعت عزماني على الاوردر ده. وقالت لي: هناكلوه سوا بجد. قلت لها: لا، يبقى احنا كده لازم نصور وندوق قدام الكاميرا. الوصفة سهلة وبسيطة، يا ريت تجربوها، واللي جربها يكتب لي في الكومنتات النتيجة ايه.